بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. كل سنة وانتم طيبين. النهاردة طبعا هنعمل أهم حاجة في خبيز العيد بالنسبة لنا احنا في الصعيد، اللي هو الفايش الصعيدي، اللي على أصوله يعني، اللي هو بخميرته الصح، اللي هو مش مفهوش أي خميرة تاني ولا بيرة ولا أي حاجة. أول حاجة هنجهز الخميرة بتاعته أهي. انا جايبه يعني لبن نيدو، كيس لبن نيدو، يعني دي معلقه كبيره لبن بودره، كوبايه ميه، وبقلبهم كويس خالص خالص على البارد، وبعدين بحطهم على النار. وطبعا انا محضره برطمانه نظيفه ناشفه خالص ما فيهاش اثر لاي ميه، وبحط معلقتين كبار زي ما احنا شايفين كده حمص مطحون، ودي نص معلقه سكر صغيره، معلقة حمص، معلقتين كبار حمص مطحون. وهنا بقلب في اللبن كويس وهو بيغلي، لازم يقعد يغلي كده دقيقة شوية، وهو سخن كده بيغلي بسرعة اروح دلقاه على الحمص المطحون اللي في البرطمان ده، واقلبه كويس خالص خالص واقفل عليه. وبعد كده بدفيها، طبعا بحطها في حاجة محكمة كده واغطيها كويس خالص واحطها في مكان دافي. وبعد كده بسيبها بتاخد من ميعادها لميعادها، عملتها في الظهر هتطلع في الظهر، وممكن تتأخر كمان يعني نص ساعة تاني. ادي شكلها بعد ما خمرت. الحمص بيبقى يطلع لفوق والمية تبقى بتاعت اللبن من تحت. انا بحط لها معلقتين دقيق بربهم فيها اول ما بتخمر كده، بقلبهم كويس خالص وبقفل عليها تاني وبحطها في مكان دافي تاني. وادي بعد ما خمروا في البرطمانة تاني المعلقتين الدقيق اللي حطيتهم عليها خمروا ملوا البرطمانة عندي، بكون مجهزة حلة فيها مية دافية، وبفضي الخميرة كده في المية اهو، وبخمرها بحوالي، يعني طبعا انت الكمية اللي هتخبزيها. يعني انا مثلا هخبز 5 كيلو دقيق، فحطيت مثلا ده كيلو دقيق او كيلو ونص اللي هو بخمره على الخميرة زي ما احنا شايفين كده. بقلبه كويس خالص، وبتبقى الخميرة بتاعتها مش تخينة يعني، طرية زي ما احنا شايفين كده اهو. بس انا بخمرها بمية دافية، لازم مية دافية، لازم مية دافية. زي ما احنا شايفين كده طرية خالص اهي، ملمسها طري. وبغطيها برضو وبسيبها تخمر تاني. بعد ما بتخمر بكون مجهز عندي كمية ادي بعد ما خمرت وملت الحلة عندي. كمية الدقيق اللي انا عايزة اخبزها بحطها كلها في طبق كبير زي ما احنا شايفين كده، وبحط عليها الخميرة اللي خمرت دي، وابدا اجهز الحاجات اللي انا بضيفها على الكحك الفايش. وطبعا اهم حاجة في الكحك الفايش ده الصعيدي بتاعنا، اللي هو زي ما احنا السمسم المحمص والحبهان والمحلب والسكر. ادي سمسم محمص وحبهان ومحلب وسكر، والكركم اهو برضو بضيفه كله ده في الحلة نفسها اللي كان فيها الخميرة اللي انا فضيتها فيها هي نفسها. بحط شوية مية دافين وبقلب الحاجات دي كويس خالص خالص زي ما احنا شايفين كده، وابدأ اضيفها على العجين واعجن العجينة بتاعتي. وطبعا عايزة تضيفي لها لبن وتعجني بلبن يبقى كمان ما شاء الله، يعني يبقى فل كمان، هيبقى الكحك احلى واحلى. ما عندكيش لبن خلاص، حطي المية واعجني بالمية عادي وهيطلع برضو زي الفل. زي ما احنا شايفين هنا انا بعجن بالمية، يعني بضيف المية اللي بعجن بيها برضو دافية، لازم تكون دافية. هو نجاح الكحك الفايش ده الدفا. انا طبعا عندي قشطة اهي، يعني كنت محتفظة بيها بتاعت اللي هي وش اللبن، بحب دايما اضيفها عليه اطعم الكحك، بتديله طبعا طعم في منتهى الجمال وريحة جميلة. بعجن كويس خالص خالص واشرب القشطة واشرب الدقيق ده كويس، واظبط عجينته لازم تبقى ماسكة شوية زي ما احنا شايفين اهو. بعجنها خالص وبملكها خالص خالص زي ما احنا شايفين، لازم الدقيق يختفي منها. بعجن كويس خالص ما شاء الله، يعني بدي راحتي كده في العجين بتاعي زي ما احنا شايفين.
بشربها كويس خالص. ولو احتاجت العجينة مية تاني لا مضيفش، هي ملمسها كده كويس. وابدأ اضيف السمنة، طبعا سمنة بلدي، سمنة مخلطة بلدي على زبدة. انا دايما بحب اعجنه بزبدة وسمنة، يعني بخلط سمنة عادية على زبدة. وزي ما احنا شايفين كده بشرب، لازم اشرب السمنة كويس خالص. هو حلاوته كل ما تطعميه بالسمنة تشربيه زي كده وتشربيه كويس سمنة، ما شاء الله. يعني تقريبا ال5 كيلو دول بياخدوا حوالي مثلا نص كيلو سمنة، يبقى ما شاء الله عليها. يعني لو حتى زاد شوية برضو مش هيبوظ الكحك ولا حاجة، ده بيديله نعومة اكتر ونكهة اعلى وريحة احلى وبيدوب دوب بعد كده في كوباية اللبن او كوباية الشاي. وزي ما احنا شايفين لازم نشرب السمنة كويس خالص خالص، ونشبع العجينة بيه، نملكه كويس خالص. هو عجين برضو، اعجني كويس وشرب الحاجة كويس خالص، العجينة تبقى ناجحة 100%. شايفين ملمس العجينة اهي في منتهى الجمال، خلصانة من ايدي خالص وزي الفل. وادي هي انا نهيتها كده وخلصتها زي الفل اهي. طبعا الموضوع ما انتهاش على كده برضو لسه، احنا كده هنقلب العجينة بس وندهن وشها بحتة سمنة وهنغطيها تاني. هي مثلا اهي العجينة نص الطبق في نص الطبق، لا انا هخليها لحد ما تملى الطبق تخمر تاني، هغطيها كويس. عندك بطانية كده تقيلة شوية، اي حاجة ترميها عليها وتغطيها. طبعا ده جمع عندي انا بستخدمه في تقطيع الفايش، لان انا هياخد مني وقت لو قعدت اقطع فيه كده، انا عايزه اعمله صوابع. فده جمع خاص بالتقطيع الفايش. بدهن ايدي طبعا وباخد الفايش واقطع زي ما انتم شايفين كده، وبعمل الصوابع جنب بعض، بديها يعني ايه بالمقاس اللي يريحني طبعا. بس هي طبعا لما يكون مقاسها حلو كده صغير، الصباع ما شاء الله يبقى زي الفل يعني. فزي ما احنا شايفين اهو حلو خالص، عجينته حلوة طرية، مش طرية يعني على كد ايدك يعني، ولا جامدة خالص ولا طرية خالص يعني انت في ايدك كده متحكمة فيها وزي الفل. زي ما احنا شايفين اهو ملينا بيها الصجام بتاعت الكحك، وهنسيبه برضو يخمر تاني. ما هو كده بقى، هو الكحك الفايش كده. هو يعني حاجة طعمة وجميلة، بس مش سهلة انك يعني انا اهو شايفين ما شاء الله لازم يملى الصواني بتاعته خالص زي ما احنا شايفين كده. وبعد كده بروح اسويه، لازم يملى الصواني يبقى خمران خالص زي ما احنا شايفين كده، عشان يما يطلع هش وجميل ويبقى دايب دوب يما تيجي تاكليه. ادي في الفرن ما شاء الله هو طبعا ماله الصينية، وادي نفخ زيادة كمان تاني وبيبقى في منتهى الهشاشة والجمال. شايفين الصباع، شايفين من جوه ازاي مفيش الفراغات، دليل على انه ايه خمران. لو في فراغات من جوه كان هيبقى ايه مش خمر، كان شيء ملمس وناعم جدا وهش جدا والله العظيم في مناجح جدا وفي منتهى الجمال والطعام، ريحة وشكل وجمال يعني في الاكل بتاعه كمان. زي ما احنا شايفين اهو، احنا هنبدأ في تحميصه في الفرن، طبعا بنحمصه على نار هادية. وزي ما احنا شايفين اهو بعد ما خلص، كل سنة وانتم طيبين. وما تنسوناش في الشير واللايك لقناتنا ومامتها عشان ننزلكم كل حاجة جديدة ولسه نكمل مخبوزات العيد ان شاء الله. سلام عليكم.